بذلك. نعم، معنا اتصال من العراق. الدراجي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ثائر. حياكم الله. طبعا تفضل. هناك أعتقد لا حياء في الدين عند مجموعة من الأسئلة، فأرجو أن تتسع صدوركم. نعم، هل تصح هذه المقولة أولا شيخي، لا حياء في الدين؟ لا، هو لعله يقصد لا حياء عند السؤال عن أمور الدين. نعم كما قالت نعم لا حياء في السؤال عن الأمور الدينية. نعم. إن الله لا يستحي من الحق. نعم، تفضل يا ثائر. أنه ورد في بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية الجزء الرابع صفحة 905 أنه سئل، أنه أجاب عن قضية الكرنبج والاستدخال، فأجاب وإن كانت امرأة. أعد سئل عن ماذا؟ نعم، أعد المصدر لو لا، أعد سئل ابن القيم عن ماذا؟ عن قضية الكرنبج والاستدخال، فأجاب الاستثقال. وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها، فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر، فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار. هل هذا جائز سماحة الشيخ؟ وهل يجوز صنع معامل في هذه البلدان؟ أما السؤال الثاني. طيب، لا، انتظر يعني نجيب سؤالا. نعم. سؤال يعني هذه المسألة شيخي بارك الله فيكم يعني. عذرا، أما النقل عن ابن القيم فلا أعلمه، أما عن الجواز فلا يجوز، وذلك لأن الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمبتغي الزوج الحلال وملك اليمين عاد كما قال تعالى في كتابه الكريم، والله أعلم. تفضل السؤال الثاني. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. قبل السؤال الثاني حبيت أذكر المصدر طبعا حتى الشيخ يكون على اطلاع. هو المحلى لابن حزم الجزء الدعاء صفحة 309 طبعا. يعني أنا أجد يا ثائر أنا أجد أنك من الممكن أن تأتي بأقوال شاذة ومن الممكن أن تأتي بأقوال صحيحة، فمن باب أولى أن تسأل السؤال مجردا بغير مصدر، والشيخ يقول لك الإجابة، فهو مسؤول عن فقهه هو، عن إجابته هو، لا عما كتب في كتب القوم أو في كتب أهل السنة، وأهل السنة غير معصومين، فلا نستطيع أن نقول إن هناك إمام معصوم إلا واحد، النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يؤخذ منه ولا يرد، أما بخلاف النبي فيؤخذ ويرد. تفضل. أشكرك يا أستاذ أسامة على هذا التنويد الطيب الجيد. أنا عندما أقرأ في الفتاوي في الكتب نعم أرى هل أطبقها أم لا، فأسأل سماحة. لا، ما هو من باب أولى، من باب يعني ليس مبررا، من باب أولى أن تسأل السؤال وما يطمئن إليه قلبك إن شاء الله. لن يخشى، وهذا ظن غالب، أن يكون أو أن يفهم المقصد أنه طعن في الأئمة، لكن إذا سألت السؤال هذا المفهوم، لأن وجهتك وجهة شيعية، فالمفهوم من كلامك أنك تطعن بهذه النقولات في قائليها، فاسأل سؤالك إن كنت تريد وجه الله سؤالا مجردا: ما حكم من يصنع كذا كذا بهذه الطريقة؟ نعم، حفاظا على أعراض من سبقوا، حفاظا على أعراض من سبقوا من ناحية، ومن ناحية أخرى أننا نحتاج إلى بحث في النقل عنهم، والوقت لا يسعفنا الآن في النقل عنهم، فاسأل سؤالك تبتغي به وجه الله وتثاب. أشكرك يا أستاذ أسامة، زادك الله فهما. الله يبارك فيكم. السؤال الثاني. تفضل يا أخي. السؤال الثاني: هل يجوز الاستمتاع بالزوجة الصغيرة الغير بالغة؟ فلقد ورد في مركز الفتاوى بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه نفس المشكلة، بغض النظر أيا كان المصدر. أنت سألت السؤال شيخي: هل يجوز الاستمتاع بالمرأة قبل البلوغ؟ هذا هو السؤال. تقصد المتزوجة على سنة الله ورسوله، ليس نكاح المتعة. نعم. هذا يجوز إذا لم يحصل عليها ضرر، إذا كانت تطيق، يعني شخص تزوج فتاة قبل أن تحيض، جوازها قبل أن تحيض جائز، لقول الله تعالى: واللائي لم يحضن أي عدتهن 3 أشهر، ولكن لا يمكن منها بطريقة تحدث لها ضررا، إذ لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أسئلة أخرى؟ نعم. تفضل.
هل هناك حد على إدخال ذكر الأجنبي الميت ووطئ المرأة الميتة؟ ولقد ذكر السؤال وصل السؤال. هل يجوز وطئ الميت؟ أعتذر عن السؤال وأعتذر عن سماعه وأعتذر عن الاسترسال في مثل هذه الأسئلة. بارك الله فيك. فأنت تعلم إذا كنت لا تعلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن غسل المحيض كما في صحيح مسلم عندنا، فقال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت مسترسلة في السؤال كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. فاجتذبتها عائشة رضي الله عنها وعلمتها كيف تتطهر. فالاسترسال فيما يخدش حياء المسلمين والمسلمات لا يكون أبدا على مثل هذه الفضائيات النيرة بإذن الله. لا تطمع أبدا أن تلوث هذه الشاشات بمثل هذه الأقوال.